دارت الأيام وما فاضلك، إنه مهما كان هكون ضلك. الزمالك يفوز على طول الكونغولي 2-1 ويتأهل رسميا للدور نصف النهائي من بطولة الكونفدرالية في مواجهة شباب بلوزداد. ويا سلام على سيناريوهات الزمالك، يا سلام على سيناريوهات الزمالك. الحياة اللي بتحصل ونشوفها مع الزمالك دياتي يعني غريبة، أقسم بالله سيناريوهات غريبة بتحصل في المباراة. طبعا جينا سجلنا أول هدف وكنا ماشيين كويس من هدف حسام عبد المجيد طبعا اللي كان عامل مباراة كويسة النهاردة حسام. وبعد كده مشينا على رتم كويس برضه، قدرنا نسجل الهدف التاني وكنا نقدر نجيب تاني وتالت ورابع ونريح المباراة من بدري. ولكن عندنا كده حصلت حالة ارتخاء يعني ما بين اللعيبة. وبعد كده رجعنا بقينا ندافع. ليه مش فاهم، ليه مش فاهم رغم ان انت تقدر تخلص الماتش 3 و4 وتلعب مستريح وتبقى صاعد اساسا من غير كل الهري والامور اللي حصلت في اخر المباراة دي طبعا. بس في يعني كم تفصيلة حصلت في المباراة كانت وحشة. اول حاجة ان انت سجلت جونين كنت تقدر تسجل تاني، بس انت خلت الريتم هدي، خلت رتم اللعيبة هدي. زائد ان التبديلات اللي حصلت في المباراة خلت المنظومة باظت، لان انت طلعت الناس اللي كانت بتأدي بشكل كويس اللي هو اخوان، اللي هو ناصر منسي، الناس بتاعت نص الملعب اللي هو احمد فتوح، وطلعت كذا لاعب اثروا في شكل المباراة. ونزلت احمد ربيع ونزلت ادم كايد ونزلت عمر جابر، وطلعت تقريبا ونزلت سيف الدين الجزيري اللي مش عارف هو بينزل ليه اساسا، يعني مش عارف، مش فاهم ايه المعطيات اللي تخليك تنزل الجزيري. يعني انت ناصر كويس ماشي، ايوه ماشي، ما جابش اهداف، ما عملش فرص كتيرة، بس كان كويس في المباراة. يعني ما تطلعوش يا كابتن. انت شايف ان الجزيري مستواه كويس يعني فبتلعبه مثلا؟ أنا مش عارف الجزيري دي فريضة علينا في النادي ولا ايه، مش فاهم. والله واحد من السيناريو تعبان، سيناريو الماتش يعني جيت حصل في آخر 5 دقايق. طبعا السيناريو اللي شفتوه كلكم اللي كان هيودينا في داهية. الأستاذ محمد صبحي اللي لو تفتكروا كان عامل الموضوع ده قدام كايزر تشيفز وكنا هنطلع أساسا من دور المجموعات. هو متى اللاعب ده يهتم يا جدعان؟ متى اللاعب ده يهتم؟ أنا عمري ما شفته مهتم، عمري ما شفته عنده مسؤولية ولا بيبص لمصلحة الفريق ولا الكلام ده كله. يعني المعاملة عنده برضه زي معاملة محمد هاني كده عند الأهلاوية، اللي هو بيقول لك يا محمد هاني شوف لحد دلوقتي بيلعب ولسه تحسه لاعب ناشئ. اه نفس الكلام برضه ينطبق على محمد صبحي، تتفرج عليه تحس ان هو لاعب ناشئ لسه، ما يعني لسه بيلعب جديد في الكورة، او مثلا لسه طالع ما عندوش خبرات مش قادر يأدي، فبيعمل حاجات غريبة. وغير كده برضه مش فاهم ايه الفكرة في ان لما يجي حارس يكون متألق وماشي كويس مع الفريق تيجي برضه ترجع تلعب صبحي ليه؟ ايه المبرر اللي بيخليك تلعب صبحي؟ طالما المهدي متألق وراح المنتخب امبارح شفناه في القايمة، فطبيعي يعني ان انت تلعب المهدي، طبيعي ان انت تلعب بالمهدي.